4 معايير لازم تعرفهم عشان تعرف تقيم جودة أي كورس أو كتاب أو مصدر بتتعلم منه. رقم 1، التعمق أو الدepth، مقدار تعمق الكورس أو مصدر التعلم في المفاهيم والأساسيات، مش بس بياخد من على الوش، وده من أهم المعايير. رقم 2، الاتساع أو البريث، يعني مقدار المواضيع اللي الكورس أو المصدر اللي بتتعلم منه بيتوسع فيها ويغطيها بعد مرحلة الأساسيات. رقم 3، طريقة العرض. طريقة عرض الموضوع أو الشرح بتفرق، هل الطريقة جذابة وفيها تسلسل وسلسة وفي نفس الوقت منظمة، أم عشوائية ومملة؟ رابع حاجة، التدريبات، ودي من الخطوات المهمة. مهم تعرف مقدار التدريبات والتمارين اللي المصدر أو الكورس بيوفرها لك، بحيث إن أنت تقدر تطبق وتتقن اللي أنت اتعلمته. والأهم من مقدار أو كمية التدريبات دي هو إنك لازم تشوف الأول، هل المصدر ده بيحتوي على جزء التدريب بشكل سليم وبدرجات متفاوتة في الصعوبة، ولا مجرد شوية تدريبات وأمثلة سهلة. ودول كانوا 4 حاجات مهم تعرفهم وانت بتقيم اي كورس او كتاب او مصدر تعلم حابب تتعلم منه. وفي الاخر تابعونا في سكيلتايزر، ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتابعنا على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتتابعنا على اليوتيوب. وسلام.